السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال من وراحة بال من رب العالمين. فيديو النهاردة بإذن الله المانجا. المانجا يا بنات، ده وقت طبعا التخزين للمانجا. انا جبت مانجا زبدية، اللي هي الاسماعيلاوي، بتاعت اسماعيلية ديت، اسمها اسماعيلاوي. تمام. هي ديت زي ما انتم شايفين كده، يعني بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. حلوة قوي، ريحتها جميلة، وكمان فيها كده لحمة، الله اكبر. طبعا انتوا عارفين المانجا الزبدية حلوة جدا للعصير، والخزين تنفعنا طبعا في شهر رمضان في العصاير. طرط الكنافة بالمانجا، بصراحة يعني لا غنى عنها طبعا. المانجا مفيش حد يعني ما بيعشقش المانجا ديت، كبار وصغيرين كلنا بنحب المانجا. فانا نزلت كده النهارده انا وسلفتي، رحنا جبت قفص مانجا زي ما انتم شايفين كده. القفص دوت عامل 10 كيلو. بتاع دوت، انا خدت قفص وهي خدت قفص. جبنا 20 كيلو. طبعا المانجا يا بنات رفعت اليومين دولت، بقالها يومين كده رافعه، بعد ما كان يعني بصراحه سعرها حلو الايام اللي فاتت، بدأت ترفع. فالكل ماسك فيها عندنا يعني هنا 30 جنيه. تمام. آه اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا متفقين انا وهي نروح سوق العبور. تمام، بس حصل يعني ظروف وكده وما قدرناش نروح الصبح، مع اني والله العظيم انا ما نمتش وفضلت صاحيه لحد الساعه 6، لحد 6 الصبح، عشان احنا كنا ماشيين الساعه 7 عشان نوصل بدري. قبل قبل ما الحاجه يعني تتنقض وكده في سوق العبور او تخلص، وكمان عشان الحق يعني الحاجه بقى بالنهار بدري قبل كمان الشمس، والحق ارجع بدري البيت. فالحمد لله يعني على كل حال. ما رحناش، فجبنا من عندنا هنا من السوق اللي هو جنبينا، فكهاني كده في السوق عندنا. فمن هنا لهنا كده يعني بالعافيه بالعافيه، عشان خدنا ال20 كيلو، ادانا الكيلو على 25 جنيه. بس بصراحه يعني اللهم بارك، جميله جدا. بصوا مانجا اللي هي الزبده بتاعت اسماعيليه، جميله طبعا. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله، يعني حلوه قوي. بصوا مستويه كده وجميله تمام. بصوا عامله ازاي، دول كده 10 كيلو مانجا. تمام، اللي انا جبتهم، وقلت باذن الله لو عرفت انزل تاني اجيب كده نعومي. بحب بصراحة النعومي قوي في الاكل، وبحبها برضو في التخزين، بس مش عصير. بحبها في الحلويات. فقلت ان شاء الله ربنا يسهل، يعني لو عرفت انزل اجيب 5 كيلو ولا حاجة، ربنا يسهل يعني ابقى انزل اجيب، لان هو كان ماسك فيها جامد وما كانش راضي ينزل ابدا عن ال30 جنيه في النعومي. تمام يا بنات، ادي دول كده ال10 كيلو. تعالى اقولكوا جبت كمان. جبت كمان يا بنات اللهم صل على النبي، الليمون دوت. الليمون كان ب8 وب10، ولما مشيت قدام شوية كده انا وسلفتي جبنا كيلو ونص ب10 جنيه. هي جابت كيلو ونص وانا جبت كيلو ونص. بس الليمون يعني ما شاء الله جميل جدا وحلو قوي، وفي مية كده يعني اخضر، بس في مية بصراحة جميل. تمام. جبت كيلو ونص. قلت اقشره واقطعه كده نصين، واشيل البذر منه واعبيه في اكياس، واخليه كده عصير جاهز كده في اي وقت، اي زنقه، اي ضيف جالي على غفله، اي حاجه، يبقى عصير الليمون موجود عندي مع عصير المانجا برضو. تمام يا بنات. جبت كمان بصل. يعني انا قلت بقى طالما في السوق وبجيب المانجا، اجيب الطلبات اللي انا محتاجاها بالمره. كنت محتاجه بصل يا بنات، هتقولي ان انت عندك ليمون، اقول لكم الليمون اللي عندي خلاص حبه صغيرين، يعني خلاص استعملتهم في اليومين دول. تمام يا بنات، استعملتهم، مفيش منهم غير كام واحده بس اللي موجودين، هستعملهم برضو. جبت البصل دوت. البصل ب8 وب10 يا بنات، ب8 وب10. ماشي. جبت اللي هو ب8 دوت، يعني ما شاء الله حلو، مفيهوش اي حاجه زي ابو 10، يعني ما فيهاش اي فرق والله العظيم. جبت ال2 كيلو ونص ب20 جنيه. جبت 2 كيلو ونص
بصل ب20 جنيه. دي كيسة كده كانت في البصل بس. حصل الحمد لله يعني حاجة كده ليا، وقعت في الأرض بعد ما جبت الطلبات كلها وجايبة واقفة التوك توك أنا وسلفتي. معرفش الحاجة وقعت ازاي، وانا يعني وعارفين اللي وقعت واقفة دي كده، الحاجة وقعت وانا وقعت عليها. يعني والله العظيم الحمد لله، والله الحمد لله يا رب على كل حال، والله الحمد لله. ماشي يا بنات. جبت كمان البطاطا. استنى بس ادخل كده البصل شويه. جبت كمان يا بنات البطاطا ديت. البطاطا كانت ب8 وب10. جبت اللي هي البطاطا اللي هي ام10 جنيه. بصراحه لقيتها حلوه كده، حجمها حلو، ولا كبيره ولا صغيره. حتى لو هشويها ما بحبهاش برضو كبيره، او يعني بحبها الحجم ده زي ما انتم شايفين كده، وما فيهاش اي حاجه، ما شاء الله جميله جدا. جبت 2 كيلو ونص. هو كان ازيد يعني بجنيه كمان، يعني 2 كيلو ونص. هو كان المفروض 25، قال لي زايده 26 جنيه. المهم يعني ايه، البطاطا دي كده 26 جنيه. ماشي يا بنات زي ما انتم شايفين اهيت. ماشي. تعالوا يا بنات اوريكم جبت ايه كمان. جبت العلب القمر ديت. بصوا عامله ازاي، بصوا جميله جدا. بصوا بلاستيك كده ما شاء الله، حجمها حلو جدا. بصوا كبيره، وغطا كده وبتتفتح. ماشي. ادي كده واحده. يا بنات قفص المانجا دوت ال10 كيلو ب250 جنيه. تمام، ب25. ال10 ب250. وطبعا انتي وشطارتك، يعني الفصال دوت بيبقى انتي وشطارتك. ممكن انتي تنزلي تجيبيها يعني السعر اقل مني بكتير. تمام. المانجا دي يا بنات قطيع. ماشي، يعني مقطوعه من على الشجره. بصي اهوت، مقطوعه من على الشجره. اسمها كده مانجا قطيع زبديه، اللي هي الاسماعيليه دي، بتاعت اسماعيليه. وجبت كمان الشكل دوت اهوت، برضو كبيرة وعليها كده عروسة كده، شكل تاني غير الشكل دوت الاولاني. جبت ديت غطاها احمر، وديت كده جبتها لبني. وجبت ايه تاني يا بنات. دول يا بنات انا كنت محتاجاهم جدا. عايزه اقول لكم بقالي كتير قوي والله العظيم شايفاهم وكان نفسي فيهم جدا. مش جايباهم منظره ولا جايباهم حاجه، انا فعلا محتاجاهم للقهوه والسكر والشاي. تمام. وجبت الكيوت دي برضو العسولة دي بس شكلها حلو قوي ازاي، ولون الغطا بتاعها لافندر كده، شكلها جميل قوي. بصوا العلبة جميلة جدا. العلبة دي يا بنات كانت ب10 جنيه. العلبة دي ب10 جنيه. انا شفتها عند سيلفانا ب7 جنيه او ب7 ونص، حاجة زي كده. بس انا طبعا يعني مشوار عشان اروح سيلفانا، مشوار. فانا قلت هروح سيلفانا عشان اجيب يعني 3 علب، فحسبت المواصلات ايه، طبعا انا اللي كسبانه في الحوار دوت. تمام زي ما انتم شايفين كده. واسفه على صوتي، انا والله العظيم تعبانه جدا وواقفه بصور، وحياة ربنا انا خدت هدر جامد جدا والله العظيم. وقعت وقعه جامده جدا الحمد لله والله العظيم، ورجلي ورمه قوي والحمد لله والله، وربطاها ومراهم والحمد لله. وقلت برضو ايه اقف اصور معاكم. تمام. دول كده يا بناتي الحاجات اللي انا جبتها. انا بصراحه ما كنتش ناويه ادخل السوق، وقلت بس استكفي بالمانجا النهارده اللي انا كنت نازله عشانها. بس هو طالما انا رحت السوق وكانت معايا سلفتي، فقالت لي يلا ايه بالمره. تمام يا بنات. بس كده. وكنت طبعا محتاجه كوسه وفلفل عشان المحشي. بس طبعا انا بقى خلاص عملت المحشي واتغدينا والحمد لله رب العالمين. فما لحقتش بقى اصور معاكم الفلفل الحامي اللي انا جبته، ولا الكوسه، ولا الحاجه اللي انا جبتها. تمام. والفراخ والحاجه. ماشي يا بنات. ادي كده ايه الحاجات اللي انا ايه جبتها. ما تنسونيش بقى في دعوه حلوه منكم، واللايك، اللايك يا بنات، وكومنت كده، وتنزلي كده لو لسه مشتركتيش اشتركي في القناه وفعلي زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنوني في فيديو جديد.